السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم روتين كده في الشقة، بس أكتر حاجة هتبقى أوضة النوم دي. أنا بدأت بيها لأن الصعب كله هيبقى فيها. طبعا ده مكان نومنا. أنا ما بنام زي ما قلت لكم بفرك كتير، فببقى بهدل تحت مني الفرش. طبعا النهارده بقى هبتدي اعمل الدولاب بقى بتاعنا احنا، الدولاب الكبير. انا عملت قبل كده دولاب الاطفال في الروتين اللي فات، فالمرة دي هيبقى بقى الدولاب الكبير. طبعا كل دي هدومي، واللي تحت ديت اللي هي المفارش والفوط والحاجات دي. برضو هظبط فيها شوية حاجات. وهنا الضرفة دي بقى بتاعت جوزي. طبعا من كتر الشد انا وهو بنطلع الشتوي بناخد مش عارف ايه، فالحاجة بتقع بس متطبقة زي ما هي. فطبعا انا هبتدي ان انا اروق الاوضه طبعا، والمنظر ده مش ينفع اصلا ان انا اعمل عليه حاجه. لازم الاوضه تبقى رايقه عشان نفسي تتفتح ان انا اكمل بقيه الروتين. طبعا هنا كنت حاطه اللحاف، حطيته. طبعا انا لما كنت بعمل لكم سلسله فرش الشقه، كنت حتى المفرش الستان تنتني فرشاه شويه يعني حلوين لحد ما الجو ابتدى بقى يسقع. طبعا كنت بتغطى بيه. هو حلو وفيه فايبر وبيدفي وكل حاجة، بس برضو هو دوت للجو الربيع او الخريف، ما نهزرش يعني. فجيت طبعا شيلته غسلته. انا اي حاجة لازم بغسلها قبل ما بعينها. ده بقى سر ان انتي الحاجة بتاعتك تنها جديدة ونضيفة وعلى لونها، حتى لو ادمت تتنيها وهي على لونها. هنا بقى ده اللي حف الفايبر بتاع فرحي بقاله 15 سنة، محافظة عليه برضو. يعني غسيل على طول، بغسله على طول، بعينه بطريقة كويسة، بخزنه بطريقة حلوة، بغسله برضو وبسيبه ان هو ياخد اللون بتاعه الاساسي، لانه هو اوف وايد، فطبعا اللون ده فاتح. مش هتنضفيه فاللون بتاعه هيبوظ يعني. فلا، خليكي دايما ايدك في حاجتك، هتنها معاكي نظيفة لو قعدت 100 سنة. هنا بقى طبعا برضو في حاجات كده كانت واقعة على التسريحة. فابتديت ان انا احط كل حاجة في حاجتها كده، وارتب البرفانات والحاجات. انا شايلة كل الميك اب اصلا، حاطاه في علب هنا على التسريحة، بسبب برضو ما بحبش الدوشة كتير تبقى على التسريحة يعني. وده العلاج بتاع بنتي. انا قلت لكم قبل كده ان هي كانت تعبانة، فيا رب كده يشفي كل يعني. انا مش عارفه الفيديو ده هينزل الاول ولا ده. اللي هو انا كنت قايله لكم في فيديو، كنت عامله لكم فيديو قرص فلاحي، فانا لسه مش مقرره انا هينزل الاول. هي كان عندها مشكله في الفك. وهي بتاكل كده لقيت الفك عندها بيطرقع. فلما سألتها قالت لي يا ماما مفيش حاجة والدنيا تمام. بصوا انا نزلت هنا كل الهدوم. فاول يوم سكت وقلت يمكن يكون عادي يعني. فجت تاني وهي بتاكل برضو جنبي، لقيت صوت، قلت لها لا، كده بقى في حاجة غلط كده، مش الدنيا مش صح، مش مظبوطة. فدي مهمة كل أم، إنها دايما بتلاحظ الحاجة المختلفة اللي بتحصل في عيالها. دايما الحمد لله إن احنا مركزين مع عيالنا. ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا انا قلت لكم ان انا نزلت الرف كله ونزلت الضرفة بحالها على السرير، وهبتدي بقى ان انا ايه اظبط الحاجات اللي تحت. والصيفي هحطه تحت، والشتوي هطلعه فوق، والجواكت والحاجات دي هرجع ارصها تاني. بس لازم افضي الضرفة عشان الدنيا هتبقى معايا كويسة. هنا بقى كنت طبقت وابتديت ان انا رصيت الترنجات لوحدها، التيشيرتات لوحدها، البناطيل والسراوير لوحدها. وفي برضو حاجات بنص كم هو بيلبسها تحت الهدوم، طبعا عشان خاطر برضو الحاجات الشتوي دي بتبقى حساسة يعني يعني ايه، لو لازم يتلبس تحت منها حاجة عشان الجلد بيبقى حساس، فاهمين؟ ففي حاجات برضو بنص كده طلعتها له. بيبقى بيلبسها تحت برضو الهدوم الشتوي وكده، فظبطت له الدنيا يعني وكده. تعال بقى نكمل موضوع بنتي عقبال ما نخلص. ف المهم ابتديت ان انا قبل ما اروح لاي مكان، انا مش عارفه انا هكشف فين ولا ايه ده اصلا. فبحثت على النت، فعرفت ان ديت مشكله بيعالجها الدكتور بتاع الاسنان. فخدتها ورحت الدكتور. اول ما قلت له لقيته
قال لي على فكرة الموضوع ده مش سهل، و يعني لا قدر الله احنا لسه ما اعرفش لحد دلوقتي. قال ان لو ما اتعالجتش بالعلاج ممكن انها توصل لعملية، والعملية دي ما بتبقاش سهلة. ف ليها اسباب كتير. الدكتور قال من ضمنها ان الطفل بيبقى عنده ستريس، فبيبقى طول الوقت بيضغط على اسنانه، وبالذات وهو نايم، او بيبقى عامل وراثي، او بيبقى مشكلة ان الاسنان ما بتبقاش متظبطة على بعضها. ف بيبقى حلها دي انها تعمل تقويم. بس انا بنتي اسنانها كويسة جدا يعني، ما مش مفيش مشكلة في اسنانها. بس مش عارفة بقى بصراحة، نتيجة خبطة قديمة. الدكتور برضو قال يعني ليها اسباب كتير جدا، ووراثي طبعا، هي مش فيها ومش في باباها ومش في حد من قرايبنا قبل كده شفتها بصراحة. هنا بقى انا كنت خلصت الضرفة بتاعت جوزي الحمد لله، وهبتدي بقى في الضرفة بتاعتي انا. اهم حاجة لما انتي تنزلي الهدوم، نزلي الهدوم المتطبقة. بصوا انا كنت بشد من فوق، دي عالية عليا جدا، فكنت طبعا سقعت فبقيت اشد، ففي راس وقع وفي صف كامل كان بتطبيقته، واللي كان واقع كان متطبق برضه. فالمهم جيت بقى هنا بقى النور كان قطع. بصوا عملها فيا، فحطيت الكشاف فوق مكان الهدوم، وابتديت ان انا اطبق والله على ضوء الكشاف. انا عايزه انجز وقتي، ما انا مش هضيع وقتي. وبصراحه النور عندنا مستفز، النور عندنا بيقطع اكتر ما بيجي يعني. ربنا المعين يعني، ربنا يعيننا على اللي احنا فيه بصراحه. فهنا كنت خلصت. بصوا رصيت فوق هنا الصيفي، والحاجات اللي في الاكياس اللي فوق دي جديده لسه ما اتلبستش، فانا سايباها برضو. وحطيت هنا البوديهات، وهنا الاسترتشات. هنا وهنا البوديات والاسترتشات حطيتهم قدام على اساس ان انا بسحبهم في الشتاء. وهنا الترنجات، وهنا كل العبايات دي. انا اصلا ما بقعدش في الشقه بعبايات، انا بلبسها بس وقت ما بصور، وقت ما انا نازله اجيب طلب، وفين وفين ليا عباية الاستقبال. بلبسها وقت ما ببقى مثلا مسافره عند اختي عند حد، وانا قاعده معاها في الشقه يعني وكده. ف عشان جوزها، عشان كده انتوا فاهمين يعني. فبس انما لبسي في العبايات مش كتير خالص. انا طول ما انا قاعده في البيت ببقى قاعده براحتي بلبس البيت عادي، ترنجات، بيجامات، كده يعني. المهم كنت كده خلصت اوضه النوم اخيرا. ودخلت بقى على اوضه الاطفال، مكان نايمين، ومكانه كان في الوقت ده جم بقى من المدرسه يعني. انا عملت الدولاب وعملت الدنيا وهم في المدرسه. كانوا مريحين دماغي بصراحه. فهنا بقى كانوا جم من المدرسة، فاللي قلع بقى جاكيت ورماه، واللي قلع لبس المدرسة ورماه، والدنيا طبعا مكان نومهم كانت الحفة متبهدلة يعني. قلبني الصبح هو يعني اللي لففهم كده وكده مطبقهم يعني. انا بحب افرد الحفة بصراحة كده بتاعة الاطفال على السرير، بحس ان هي كده بتبقى احلى يعني. بتبقى سهلة، حتى لما بيجوا يضغطوا يروحوا شادينها على طول يعني، متغطين بيها. بصوا هنا بقى كانوا رامين اهو. بنتي كانت مطبقة الترنج بتاعها بصراحة، هو بقى اللي كان رامي حاجته كده، ومسكت بقى الجاكيت علقته، والهدوم ده بنطلون برضو بتاعه طبقته وحطيته في الدولاب كان نظيف، هو مطلعه وسابه ما لابسهوش. ف جيت بقى الدكتور قال لي كده، فانا مش عارفه بقى. فادعوا لها يا جماعه ان ربنا يشفيها يا رب، ويشفي اي مريض. ودايما نصيحه من كل ام ان انتوا بجد لازم تاخدوا بالكم من اولادكم، اي تغيير فيهم وما تسكتوش. هي كانت بتقول لي يا ماما ده عادي ومفيش حاجه، لان هي مش حاسه بالم، بس ابتدت بعد كده تحس بألم. فالدكتور كتب لها علاج بسيط للعضلات، وكتب لها كمان انها تعمل كمادات دافية على الفك بتاعها. وبعدين عملنا كمادات مية الاول، وبعد كده عملنا كمادات رده. وادعوا بقى ان ربنا يشفيها من عنده. طبعا كل حاجة بتيجي من عند ربنا حلوة، واحنا راضيين على قضائك يا رب. بس
الدعاء طبعا بيغير القدر، فادعوا لها ربنا يشفيها يا رب ويعافيها. السلك ده بقى دوت تليفوني على طول بطاريته زي الزفت، فدايما ماشية بالبزازة بتاعته اللي هو الشاحن. فطول ما انا قاعدة بنبقى قاعدين هنا اكتر الوقت، طول الوقت مذاكرة في المكان دوت، قعدتنا في المكان دوت، فدايما الركنة دي بصراحة والله بتشتكي مننا يعني. فجيت برضو هنا، دي كانت اخر حاجة بقى روقتها وظبطتها، كنت مشفطة الشقة والدنيا كانت متظبطة يعني، كان يدوب على الترويق العميق بس. قلت في اليوم اللي يبقى فيه ترويق كده يبقى لازم اكون انا اللي هو يوم الدولاب ده بالذات يعني لازم اكون الدنيا سهلة عليا، عشان طبعا الدولاب بياخد وقت ووقفة وتطبيق وكده، فبيبقى الواحد مرهق شوية. وزي ما انا قلتلك، طول ما ايدك في حاجتك وبتطبقي دايما هدومك وبترصيها وبتظبطيها. بس هو انا عندي طول السنة بيبقى الدنيا متظبطة، ما عدا هو بس الفترة اللي هي بتاعت دخلت الصيف او دخلت الشتاء. طبعا كل بيسحب، بيبقى حران فبيسحب صيفي، بيبقى سقعان فبيسحب شتوي، فالتطبيقة بتختلف والهدوم بتقع. بس في الاول في الاخر برضو الدولاب بيبقى رايق وهادي، ولما بتيجي تنظميه ما بتتعبيش فيه، عكس خالص ما يبقى بقى انتي مش مظبطة الدنيا. انا بشوف ناس بيبقوا فرحانين قوي بدلابهم وهم عادي بيشيلوا يحطوا خلاص. لا، انتي ظبطي ورتبي ونظمي والدنيا هتسهل عليكي وهتبقى احلى. وكده خلاص الركنة هي عملتها، يا دوب الفرشة بس دي بتتظبط، وانا زي ما انتوا شايفين حاطة فرش كمان على الايدين بتاعة الركنة، عشان خاطر ما بحبش اللحوسة بصراحة يعني. كل طول ما انت بتحافظي على الحاجة بتنيها بلونها وبنظافتها وبان هي تنها جديدة على طول. فالمحافظة حلوة، النظافة حلوة والمحافظة جميلة. وبالشكل كده هكون خلاص خلصت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما اكونش طولت عليكم، واكون شجعتكم عشان تقوموا تشوفوا اللي وراكم. في حفظ الله وامن، واستنوني في فيديو جديد. الى اللقاء.